النهاردة هنعمل مع بعض فطيرة بالسكر والكاستر. مكوناتها بسيطة وطريقة اعدادها سهلة جدا. عايزة اقول لكم بقى ان طعمها حلو قوي، وكمان سكرها مظبوط جدا، وطبقة الكاستر كمان سكرها مظبوط جدا. لو جربتوها مرة انا متأكدة ان انتوا هتحتملوا الطريقة دي عندكم على طول. مش هطول عليكم كتير، بس قبل ما نبدأ فيديو النهاردة، لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. تعالوا على طول نشوف الطريقة والمقادير. اول حاجة هنبدأ بيها، هنبدأ كده نجهز طبقة الكاستر. هنحتاج كوبايتين من الحليب، والحليب اللي احنا نستخدمه يكون في حرارة الغرفة، لان ما ينفعش نستخدم حليب ساخن. لو حطينا عليه الكاستر كده وقلبناهم مع بعض هنلاقي الكاستر كلكع معانا، وكمان عمل زي كتل كده. هضيف عليهم ربع كوباية سكر او 3 معالق كبيرة من السكر، وهضيف عليهم كمان معلقتين كبار من بودرة الكاستر. معلقتين كبار يكونوا مليانين كويس بالشكل ده. بعد كده بقلب المكونات دي مع بعض على البارد كويس جدا لحد ما نتأكد كده ان السكر والكاستر دابوا كويس مع الحليب. دلوقتي هاخدهم هرفعهم على نار متوسطة مع التقليب المستمر، مش هنشيل ايدينا منهم خالص، هنفضل نقلب فيهم كده تقليب مستمر لحد ما الخليط ده يتقل ويبدأ في الغليان معانا بالشكل ده. اول ما يبدأ يعمل الفقاقيع اللي انتوا شايفينها دي يبقى هو كده خلاص استوى. هنطفي بقى النار بتاعتنا، هفضيه كده في طبق تاني وهسيبه لحد ما يبرد خالص. هغطيه الاول كده ببلاستيك راب او كيس بلاستيك عشان ما يعملش طبقة قشرة من على الوش. تقدروا كمان تدخلوه التلاجة عشان يبرد معاكم بسرعة، وتقدروا كمان تسووه زي ما هو كده لحد ما ياخد حرارة الجو. تعالوا بقى دلوقتي نجهز باقي المكونات. هنحتاج لفة جلاش وزنها تقريبا 500 جرام او نص كيلو. بنطلعها طبعا من الفريزر وبنسيبها لحد ما تفك خالص او تاخد حرارة الجو، واحنا بنشتغل فيها كمان كده لازم نغطيها كويس جدا بفوطة عشان ورق الجلاش ما ينشفش. دلوقتي هنبدأ نعمل خليط التوريق اللي احنا هندهن بورقات الجلاش. هنحتاج نص كوباية سمنة سايحة، هضيف عليها ربع كوباية حليب، وهضيف على المكونات دي كمان علبة زبادي تقريبا كده معلقتين او 3 معالق كبار، وهضيف عليهم ربع كوباية قشطة. نقدر نستخدم بقى قشطة معلبة، قشطة من وش اللبن، اي نوع قشطة متوفر هينفع. نقدر كمان نستغنى عنها لو مش متوفرة. وهضيف معلقة كبيرة من السكر، وهضيف كمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر. هقلب المكونات دي مع بعض كويس جدا كده. عايزه اقول لكم بقى ان الخليط ده طعمه حلو جدا، هيدي الفطيره بتاعتنا توريقه حلوه، وكمان هيخلي طعمها حلو جدا. دلوقتي بجهز صينيه مقاس 28 بدهنها كويس جدا بالسمنه. هنبدا بقى نرص ورق الجلاش. اول ورقه كده بحطها في نص الصينيه بالظبط، وبدهنها بالخليط اللي احنا عملناه. بعد كده برص ورق الجلاش، نص الورق يكون جوه الصينيه والنص التاني بره، وكل ما برص ورق كده بدهنها كويس جدا من خليط التوريق. تانية برضو نص الورق يكون جوه الصينيه والنص التاني بره، والنص اللي جوه بندهنه كويس جدا بخليط التوريق. حط نص ورقة الجلاش بره والنص التاني جوه، وبندهن كويس جدا بخليط التوريق. بكمل كل ورق الجلاش بنفس الطريقة كده، نص جوه الصينية والنص التاني بره. هسيب بس اخر 3 ورقات عشان نحطهم على الوش. النص اللي جوه ده لازم ندهنه كويس جدا بخليط التوريق. دلوقتي انا خلصت كل ورق الجلاش، وزي ما قلت لكم كده انا سبت اخر 3 ورقات عشان نحطهم على الوش. اخر ورقه قبل ما نحط طبقه الكاستر مش هندهنها باي حاجه خالص. ده شكل الكاستر بعد ما برد، بيبقى متماسك بالشكل ده. دلوقتي هاخد الكاستر وهبدا اوزعه في الصينيه. هوزع بقى طبقه الكاستر على الجلاش بالشكل ده. هنضغط عليها بايدينا كده او بالمعلقه لحد ما تتوزع كلها في الصينيه كويس. بعد ما بوزع طبقة الكاستر كويس جدا في الصينية، بحط فوق منها ورقة جلاش وبدهنها كويس جدا بخليط التوريق. بعد كده باخد اطراف الجلاش ببدأ اتنيها لجوه بالطريقة دي، وكل ما بتني طرف بدهنه كويس جدا بخليط التوريق عشان الجلاش بتاعنا يطلع كده مورق من جوه وطعمه حلو. شايفين بنتني الطرف كده وندهنه كويس جدا بخليط التوريق. الطرف التاني برضو بنفس الطريقة لحد ما بخلص كل الكمية.
اهم حاجه كمان واحنا بنشتغل في الفطيره نشتغل فيها بسرعه عشان ورق الجلاش ما ينشفش معانا ويتكسر. دلوقتي انا خلصت كل الصينيه زي ما انتم شايفين كده. اخر ورقتين بقى هنحطهم على الوش. هنحط اول ورقه وندهنها كويس جدا بخليط التوريق. وبعد ما بحط ورقه الجلاش بحاول بقى ادخل الاطراف لجوه بالشكل ده. بنرفع كده الفطيره وبندخل الاطراف لجوه. هحط بقى اخر ورقه كده على الوش وهدهنها بشويه سمنه سايحه. السمنه هتدي لها لون حلو جدا وكمان مش هتخليها تتحرق معانا. ده شكل صينيه الجلاش بعد ما خلصتها خالص. باخدها بدخلها فرن سخن على درجه حراره 190 واحطها في الرف الوسطاني والفرن هيكون شغال من تحت بس. هتاخد معانا بالظبط كده 25 دقيقه وهنلاقيها استوت. في الاخر خالص بنولع عليها الشوايه عشان تاخد لون ذهبي من فوق. وبعد ما بطلعها من الفرن وهي لسه سخنه هغطيها بفوطه وهسيبها متغطيه لمده 5 دقايق. الفوطه هتكتم كده بخار الميه وهتخلي الفطيره بتاعتنا طريه جدا وهتطلع كمان مورقه. نديلها كمان كده من على الوش 4 أو 5 معالق كبيره من الحليب. هتخلي الفطيره بتاعتنا طريه جدا وكمان هتخلي طعمها حلو جدا. قطعوها بقى بالطريقه اللي انتوا حابينها وادولها كمان من على الوش كده شويه مكسرات شويه سكر بودره وبس على كده. عايزه اقول لكم بقى ان طعمها حلو قوي وكمان سكرها مظبوط جدا وطبقه الكاستر كمان سكرها مظبوط جدا. لو جربتوها مره انا متاكده ان انتوا هتحتملوا الطريقه دي عندكم على طول. هسيب لكم كل مكونات وصفه النهارده مكتوبه في صندوق الوصف تحت الفيديو. وبس انا كده خلصت فيديو النهارده. بتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. ولو انتوا اول مره بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا القناه وتحطوا لايك للفيديو. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.